هذا شيطان رجيم في بيت المسلم. يعني نحن ما ندري أنه ما كان في زمن الرسول عليه السلام. طيب ما دام أنت بتقولي هذا الكلام أنا بسألك، هل أفيون هذا كان موجود في زمن الرسول؟ فإذا هو حلال؟ إيش معروف؟ منين عرفتي أن الأفيون مثلا مش حلال؟ والأفيون كمان أحيانا يستعمل في سبيل معالجة المرضى، لكن أنت بتقولي أنه التلفزيون ما كان في زمن الرسول، وأنا بقول لك نعم ما كان في زمن الرسول، والأفيون كمان ما كان في زمن الرسول، والسينمائيات هذه اللي يختلط فيها النساء والرجال ما كان في زمن الرسول. فهل معنى ذلك أنه كل شيء من المنكرات ما كانت في زمن الرسول وجدت اليوم تحله؟ الإسلام دين واسع جمع فأوعى. قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. حديث واحد العالم بيستفيد منه عشرات بل مئات المسائل. هذا الحديث مثلا قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. فكل شيء بضر سواء في الصحة أو في الخلق أو في السلوك أو في ما شابه ذلك، ولو لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله. فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه. وقولك آنفا أنه في فوائد بالنسبة للتلفزيون، هذا ينبغي وأنت مسلمة إن شاء الله أن لا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام، لأن الله حكى عن الخمر المحرم بالقرآن. قال عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فما يجوز الإنسان ينظر إلى الشيء من زاوية أنه فيه منفعة، بده يشوف كمان فيه مضرة ولا لا. فإذا كان فيه منفعة وكان فيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما. فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرم، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حل. ولذلك فالتلفزيون لما بتقولي فيه فائدة، ما أحد ينكر أنه فيه فائدة ونحن نعرف هذا، ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته. أنا الآن أسألك: هل تتصورين بيتا فيه تلفزيون ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء أم يسهرون إلى نصف الليل؟ شفت كيف؟ والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. شفت بقى النتيجة كيف؟ انه خالف اللي بيستعمل التلفزيون وبيجيبه في بيته، بخالف أحاديث الرسول عليه السلام، وانت بتقولي ما كان في زمن الرسول. وإن لم يكن، لكن في هناك نصوص العالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره، فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام. لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورا وإناثا لا يهتمون بتلاوة قرآن ولا يهتمون بتلاوة قراءة أحاديث الرسول عليه السلام، لأنهم يتسلون ويضيعون أوقاتهم كلها وراء التلفزيون، لأنه فتنة، لأنه جذاب. ولذلك فاتق الله في نفسك وفي من تعودينه. والسلام عليكم.